اهلا بحضراتكم. ليله كبيره شغاله دلوقتي بسبب فيديو تقديم نادي الزمالك لمدربه الجديد فيريرا، مش هقدر اقول اسمه الاولاني طبعا، وسخريه تركي آل الشيخ من الفيديو ده من خلال بوست على صفحته الرسميه اللي كتب عليه حرفوش ابن برقوق الراكب دار. ومطالب الجمهور نادي الزمالك للاسطوره شيكابالا بالتراجع والاعتذار عن قراره بسبب تركي آل الشيخ. وجون ادوارد بقراراته اثبت انه مشاكل نادي الزمالك من ابنائه ومن الداخل، وده اللي كنا نتكلم عنه دايما، انه مشاكل نادي الزمالك هي الصراعات اللي دايره دايما ما بين ابنائه على المناصب وعلى الاستنفاع من نادي الزمالك. وهوضح لحضراتكم حقيقة رحيل وسام أبو علي لنادي الريان القطري والعروض المتقدمة ليه دلوقتي، وإيش معنى اسم الريان هو المرتبط بوسام أبو علي. قبل القصة والليلة دي كلها وقبل ما نتكلم على التفاصيل، أتمنى من حضراتكم اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وخلينا نبدأ عند الليلة اللي شغالة دلوقتي بسبب فيديو تقديم مدرب نادي الزمالك الجديد. كلنا طبعا شفنا الفيديو ده، وفيديو بصراحة أقل ما يقال عنه يعني إن هو فضيحة ومسخرة والله، وعيبة جدا في حق المنظومة الإعلامية الموجودة في نادي الزمالك ده، لو في منظومة إعلامية. فيديو سيء جدا وما مصروفش عليه ب 3 جنيه. والله بجد. وكمان في تلقيحة كده على نادي الأهلي بسبب القماشة الحمراء دي اللي السهم جابها ووقعها في الأرض يعني. ولكن إحنا كجمهور النادي الأهلي ولا يفرق معانا، ولا اتكلمنا واخدنا الموضوع بكوميديا وبضحك كده يعني. تركي آل الشيخ حب يحط التاتش بتاعه ويعلق على الفيديو ده، فنزل بوست على صفحته الرسمية للأستاذ عادل إمام الممثل الكبير في شخصيته في فيلم رسالة إلى الوالي، وكتب عليها حرفوش ابن برقوق الراكب دار. ومن بعد ما نزل البوست ده وانتشر انتشار كبير جدا، وحالة من الغضب الكبيرة جدا عند جماهير نادي الزمالك بسبب سخرية تركي آل الشيخ من فيديو تقديم مدرب نادي الزمالك. وهنا عاوز اوضح قبل ما نكمل كلامنا يعني انه احقاقا للحق يعني تركي آل الشيخ لم يمس نادي الزمالك باي شيء. يعني في سخريه، في سخريه، ولكن من فيديو تقديم المدرب ملهوش علاقه خالص بكيان نادي الزمالك اللي الكل بيحترم. إن كنا بنتكلم على اشخاص، الكيان ده كيان ليه تاريخ وليه يعني جماهيريه كبيره في مصر وكل مكان. فحاله من الغضب الكبيره سادت عند جماهير نادي الزمالك، والبعض طالب شيكابالا بالتراجع. التراجع عن ايه؟ عن الاعتزال؟ لا طبعا، هم صدق ما قالوا الحمد لله انه اعتزل يعني. شيكابالا طبعا قرر العمل في قناه ام بي سي مصر في برنامج ابراهيم فايق، والكل عارف طبعا انه ام بي سي مصر مملوكه لتركي آل الشيخ. فقال لك لا، بعد سخريه تركي آل الشيخ ما ينفعش اسطوره نادي الزمالك تشتغل في قناه ام بي سي. طيب هل شيكابالا هيستجيب للمطالب دي؟ لا طبعا، وبكل تأكيد، وأتحدى إنه يعمل كده. ليه؟ لأنه أهم حاجة عنده مصلحته. شيكابالا عبر تاريخه أهم حاجة عنده مصلحته، ومش فارق معاه لا جمهور الزمالك ولا إدارة الزمالك ولا نادي الزمالك من الأساس. لأنه لو فارق معاه ما كانش اختار إبراهيم فايق إنه يعلن في برنامجه قرار اعتزاله. إبراهيم فايق اللي في الوقت ده في هجوم كبير من جماهير نادي الزمالك عليه ومزعلهم، هو نفسه اللي اكد لابراهيم فايق انت مزعل جمهور نادي الزمالك. ولكن هو اهم حاجه عنده مصلحته. مجرد ما قفش الدولارات من ابراهيم فايق قال لك يا عم بلا جمهور الزمالك بلا الزمالك، اهم حاجه الدولارات تنفعني في الايام اللي جايه دي يعني. وما كانش كمان اللي معروفش للناس انه السنه اللي فاضله له في عقده مع نادي الزمالك هياخدها بالكامل، لانه اداره نادي الزمالك هي اللي اجبرته على الاعتزال، وهي اللي انهت التعاقد معاه. فلا شيكابالا هيعتذر ولا اي حاجه هيستجيب لها جماهير نادي الزمالك، وهيكمل عادي ولا فارق معاه جمهور نادي الزمالك ولا اداره نادي الزمالك. ودلوقتي الكل بيدور على مصلحته، مش بس شيكابالا، لا، الكل ما يدور على مصلحته. فيا ريت جمهور نادي الزمالك كده لو لام يلوم
إدارة نادي الزمالك والمنظومة الإعلامية في نادي الزمالك على الفيديو الفضيحة في تقديم مدرب نادي الزمالك. طيب، دايما بقول لحضراتكم إنه مشاكل نادي الزمالك دايما بتكون بسبب أبنائه وبتكون من الداخل. لما تشوف دلوقتي جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وقرارات اللي بيتخذها باستبعاد كل ابناء نادي الزمالك من العمل في نادي الزمالك، يعني مدير الكوره بره ابناء نادي الزمالك. مفيش لجنه تخطيط. اول قرار ليه كان الاطاحه بلجنه التخطيط ميدو وحازم امام والجنايني، لانه حس انه ميدو عاوز هو اللي يسيطر على نادي الزمالك وعاوز هو اللي يكون ياخد اللقطه ويكون صاحب القرار. قالوا لا، اركن على جنب. وهنا عاوز اروح لحضراتكم، بس هتكلم في فيديو تاني غير الفيديو ده. يقال انه تم بيع نادي الزمالك لبعض المستثمرين، وان جون ادوارد هو المندوب الرسمي للمستثمرين ده، فبيحاول يهيئ الاجواء داخل نادي الزمالك لغايه ما الفتره بتاعت اداره نادي الزمالك تخلص، وده بموافقه اداره نادي الزمالك. التفاصيل هنخليها في فيديو تاني. فالمهم لما تشوف قرارات جون ادوارد استبعاده لكل زملكاوي عن العمل داخل نادي الزمالك، بيأكد ان هو عارف ومتأكد ان المشاكل اللي بتحصل لنادي الزمالك بتحصل بسبب ابنائه، بسبب الزملكاويه، بسبب الصراع على المناصب، بسبب ان كل زملكاوي ما بيفكرش انا ازاي اخدم نادي الزمالك، لا بيقول لك ازاي هستنفع من نادي الزمالك. نروح لوسام ابو علي. وسام ابو علي هيرحل، مليون في المية هيرحل، ده امر مفروغ منه تماما. طيب، قولا واحدا، العروض اللي وصلت لوسام ابو علي لغايه دلوقتي 3 عروض: الريان القطري، الوصل الاماراتي، ريد بولز الامريكي. طيب، ليه الكل بيتكلم على الريان القطري؟ لانه الريان هو الوحيد اللي مكمل مع النادي الاهلي، يعني انا معاك هناخد وندي مع بعض. الوصل وصل لمبلغ معين او عرض معين ووقف قال لك مش هزود تاني. ريد بولز زي كده. الريان القطري لغايه دلوقتي واصل مع النادي الاهلي ل 8.5 مليون دولار. 8.5 مليون دولار. العرض هيوصل ل 10، قولا واحدا هيوصل، مش هتفرق معاهم المليون ونص. ليه؟ لانه في علاقه جيده جدا 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 ما بين الكابتن محمود الخطيب واداره نادي الريان القطري، وانه الريان القطري سهل امور كتير بالنسبه للنادي الاهلي. اولا يعني في موضوع بن شرقي، لما حب انه يفسخ عقده مع نادي الريان رفضوا في البدايه، فلما تدخل محمود الخطيب وافقوا، الموضوع انتهى. طيب، الموضوع الثاني في موضوع تريزيجيه. برضو الريان قطر كان عنده النية ان هو يشتري تريزيجيه، ولكن وكان هيقدم عرض كبير للنادي التركي وكان ممكن يعطل النادي الاهلي، ولكن لما عرف برغبة اللاعب في العودة للنادي الاهلي ورغبة النادي الاهلي في استعادة اللاعب، رفض تقديم اي عرض والدخول في مزايدة مع النادي الاهلي على تريزيجيه، احتراما للعلاقة مع الكابتن محمود الخطيب. عشان كده الكابتن محمود الخطيب مكمل مع الريان، ولما طلبوا منه الاستئذان ان هم يدخلوا في تفاوض مع وسام ابو علي وافق. وانا بقولها لكم قولا واحدا، هيوصلوا لحل، مش هتوقف مع الريان القطري على مليون او 2. يعني اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وصلوا لنادي الريان انه ما ينفعش اتراجع عن قراري انه ما فيش بيع باقل من 10 مليون دولار. وصلوا لغايه 8 ونص، فما اظنش ان هم يعني هيبوظوا الصفقه او يبوظوا علاقتهم مع الكابتن محمود الخطيب عشان خاطر مليون ونص دولار. فبنسبه كبيره جدا وسام في الريان القطري وبراتب كبير يتجاوز ال3 مليون دولار. كل التوفيق ان شاء الله ل وسام في مرحلته المقبله ان شاء الله، وكل التوفيق لاداره النادي الاهلي ان هي تقدر تعوض وسام بكواليتي مهاجم بنفس كواليتي وسام وافضل كمان. مش هطول على حضراتكم اكتر من كده. لايك للفيديو والاشتراك في القناه. سلام.